نحن صبرنا، ايماننا، كل هدول. فعادي حبيباتي، نشوف الله كيف يكرح يقوينا ونكمل الصيام على خير وعادي. فما تاكلهم. طبيعي اذا انا حسيت حالي كثير تعبانه اكيد راح افطر يعني، او ما راح يكفي صيامي. عرفتوا كيف؟ يعني ما ضروري انه افطر يعني انه الغي الصيام، لا بفطر، بس بفطر يعني بدل ما اصوم للساعه 6 صوم بحاول الساعه 3. عرفتوا كيف؟ شوفوا في عنا هذا الحلق حسيته كتير مناسب مع ثيابي، لون زهر والذهبي مدموج فيهم. هي الزهر اللي عم قلكن عنها حسيته انسب من هدول. حتى حسيتهم على جينز، بلوزة بيضة او اي شي تاني. انا حسيت هذا انسب من هدول. هلا ممكن هذا يقطع الصغير الناعم، انه عادي يعني فيني البسه معه، بس الورد ما حسيت انه بيقطع مع اللباس. حسيت هيك او هيك. شو رايكم؟ شكلي رح ضل على هاد. هيك كده عم لكم عنا نفس اللون الاخضر، او ايه اخضر خضرة، هي مو خضرة زيتي، المهم خلص نفسها عرفتوها اي وحدة. فحسيت هدول بيناسبوا اكتر. هي جبتها السنة الماضية هي والصفرة، قلت لكم هدول رح البسهم على رمضان. تخيلوا من هديك السنة صراحة حبيتهم، بس انا عن جد كنت نسيانة هي موديلها كيف. يعني انا بعرف انه عندي وحدة زهر ووحدة صفرة، بس كنت نسيانة موديلهم كيف. يعني عادي خلاص، امي بتاخد الخضرة وانا باخدها، ما بأثر. هلا شغلة تانية مشان اليالنجي. يا عمري انا اليالنجي فرسته هديك السنة. اول فترة حبيت، اوكي، كنت طلعه من الفريزر ورتبه اطبخه عادي. بس لما بيقطع عليه مدة فوق 15 يوم مثلا، انا هاي كده تجربتي عم بحكي، طلعوا تطبخوا، حسيت الرز بينخبص بيتكسر، ما بعرف شو بصير فيه بصراحة، ما حبيت. ممكن فيكم تتبعوا طريقتي. مثلا انا شو سويت قبل رمضان؟ لفيت يالنجي، تمام، طبخته، حطيته بعلب، حطيته بالبراد وبطلع، لانه اليالنجي ما بيخرب بسرعة ولا بيصله شيء اذا العلبة نظيفة ما فيها مي. اذا العلبة ما جاية دبس رمان مثلا، انا مو حطيت صحن واكلوا الاهل، تمام. اذا الصحن هذا حط عليه دبس رمان او اجاهم مثلا مي وجيت انا ضبيتهم بالعلبة، فراح يخموا وينتزعوا. فانتوا شو تعملوا؟ مثلا نقول طبخنا كاستين رز يالنجي، بنحطهم بعلب، العلبة اللي بناخدها بنحطها على الطاولة بالرتبة. إذا زاد منا ما نرجع نحطها مع علب جديدة مو مفتوحة أبدا، نحطهم بعلبة لوحدهم. هيك بضل ناكل يالنجي حوالي أسبوع ل10 أيام، لأنه هو زيت يعني ما رح يخرب، ما رح ينتزع، ما رح يتغير طعمته، بس إذا حافظنا عليه بالطريقة الصحيحة. يعني إذا غلفناه ورتبناه بعلبة وحطيناه بالبراد ما ضروري الفريزر، أنا بحطه بالثلاجة عادي، يعني ما بربع الفريزر. الفريزر قلت لكم عملته السنة الماضية فرزت، بس مو مطبوخ كان، ما حبيت يعني. بس أول فترة، بس لما قطع عليه يعني فترة 15 يوم فرز، طلعته وطبخته، أنا شخصيا ما حبيت يعني. فما بعرف، في عالم بتفرز حسب وقتها يعني عادي، عرفتوا كيف؟ المهم، بس بدكم تعملوا يالنجي لرمضان بالذات، يعني اطبخوا بس ما تكتروا الكمية، يعني كاسة أو كاستين، اطبخوا قسم مطبوخ إذا بدكم بالبراد ل3 4 أيام، ما رح يأثر عليه. هلا أنا من يومين أو 3 أيام يمكن عملت يالنجي، لفيت قسم صغير وطبخته، ولفيت القسم الثاني وما طبخته تركته بالثلاجة. هلا اليوم عندي يالنجي، بس بكرة على أكيد بدي أطبخ اللي مو طابخته بالبراد. هلا ولا ننزل نبلش تحضيرات تحت، واكتبوا لي رأيكم اليوم بالثياب والحلقات، كتير حبيتهم. هلا بنرفع شعراتنا هيك. وين هديك؟ نرفع انا عبالي اليوم ارفع شعراتي هيك. احلى. شو رايكم؟ لانه برفعهم صار لي كم حلقة هيك، بتركون هيك بتنزل شوي غير من هيك. حد ما خلينا نرفعهم نكون مرتاحين اكتر. وكمان اكتبوا لي اليوم عازمين معزومين او لا هي ولا هي، عادي عم تطبخوا مثلي. تعالوا حتى ننزل لتحت.
ونشوف شو عم يعملوا الأهل. الأولاد كانوا فوق رجعوا نزلوا هون. يا بس الجمال شوفوا الأولاد شو مؤدبين، شو قد عاقلين عقولين. قال عمري شوفوا ما أحلاهم قاعدين بكل هدوء. بعرف سيارة كسر وانتي كسلي كمان أرض، كسر سيارة كسر الأرض، هاي صوتها طول النهار براسي. الله وكيلكم. بعرف حياتي، بعرف. الله يعطيكم العافية. بعرف شوفي أنا يعطيك العافية حبيبي. سلم ايديكم. بابا فتح. شو سنفوري؟ يا عمري انا وبني شمالي وبني. شوفي ايش بك؟ ليش عم تكشف عن سيانك؟ والله سنوت صار بده احلى. يا ما انا له العاب هلا بدي اخذك والله ما في. شو رايكم اعطيكم العاب؟ ايه اعطينا انت لك عرو شو اعطينا بليز. ولك يا الله ما اعطيتونا شي عمري. هي كل يوم عم لبسها. اوكي مامي عم تلبس كل يوم. قلت لها تلبسي من الفساتين الجداد مشان لانه تيتا هي بتعرف انه اذا انا ما وافقت وبابا وافق هي ما بتحب تعطيك، صح؟ ايه تعطيني يا عمري انا. فشوفوا ميرو الحلوة كل يوم عم تلبس فساتين. اوكي انا حكيت اوكي. شوفوا الاميرة حلوة الصغيرة. لا وما عم ترضى. ايه ماما ايه وما عم ترضى بس تلبس فستان، بدها فستان بابا لا ما سمعته. سمعته. ولد عمي انا قلت لها امبارحه انه انا رح اقيس الثياب لنور واشوفهم واشيك عليهم. حمامتها الصبح ولبستها بس مو من الثياب بالذات، انه لازم ينغسلوا كلياتهم مشان نور ما يصير معها شي حساسيه وكذا. اساسا ثياب الشحن انا بحب اغسلهم. ايه نفس الموديل بس كذا لون. بس الكبار جاي معهم ولا لا؟ لا الكبار من عندهم. انا قلت له لانه مو بس عريضه وطويله شوي فبالكمر رفعوها نكزه مشان ما تضل هيك انه تلبكن. سنوده اب مانجو صحتين يا ماما. قرب يا ماما قرب على الصحن. ايه قرب. ولا هنيك لعندنا نسيت. ايه دانا قربوا ماما لعند تيتا. ايوه لعند تيتا. يعني احلى شيء هون البنات عندي بابا كبير بابا صغير. تيتا شو سميتوها شلون عن دانا؟ شو هذا اللي براسك؟ حسيت راسي شو حاطه بشعرك؟ شو هي؟ لك ايدك شوي خلي حبيت شكلها هيك انه بتحطوها بطريقه. والله خلينا اياها. والله كثير خير. نورية يا حبيبي والله البنات كلهم بيحبوا نور. يلا حبيباتي نورية صباح الخير. نعيم لك مو قلت لك نعمل لها صبغة؟ عمري نعمل لها شو اسمه شعراتها نصبغهم. هلا امي قالت بني انا جبت اسود. لا امي قالت نصبغ لها بني انا قلت لها اسود. يا انا جبت اسود. شوفي وانت جايبه اسود مثلها؟ لا انا هدول انا اللي جبتهم مو امي. لا قالت لون كاشف مو اسود كثير. بتذكر صبغنا لها اسود نحن لما رحنا. لا ما هو اسود كثير. خلص بنجيب لها برجع بجيب لها صبغه ثانيه وبخلط لها. خليني لبس نور وشوف الاغراض كيف رح يطلعوا عليها.